قانون التقاعد الجديد مجموعة هامة من الشروط التي نص عليها قانون الوزارة التضامن الاجتماعي، والتي من خلالها يمكن للموظف أو العامل الاستفادة من جميع الزيادات المالية التي يتقاضاها بعد بلوغ سن التقاعد، كما هو منصوص عليه للتعرف على قانون التقاعد الجديد. ويتطلب الأمر التحقيق من الموظف من قبل الإعفاء الصحي، لذلك يجب أن إلا تقليل المدة الخدمة عن 20 سنة. وإذا رغب الموظف هنا في استقالة فيجب ألا يقل عن 15 عام. ومن أهم هذا القرارات أن لا تقل مدة خدمة عن 10 سنوات أو أكثر. وجود حالية وفاة، عجز بسبب أزمة صحية. السن التقاعد للمرأة في الجزائر. تمكن الوزارة التضامن الاجتماعي من توضيح مجموعة من قرارات بشأن السن التقاعد للمرأة في الجزائر، وتم ذلك من خلال مجموعة من الشروط الأساسية للتقاعد المرأة، خاص عند بلوغها سن 60. ولا تفرق القوانين في الجزائر بين الرجل والمرأة، لكنها تتمتع بكامل الحقوق في الحصول على التقاعد وحصول عليه.